ازاي اموت شخصية في الرواية بتاعتي بشكل مؤثر؟ عزيزي الكاتب، خليني احكي لك. قلت لك قبل كده ان احسن طريقة نعمل بيها الحركة دي هي اننا ندي فرصة للقارئ ان هو يحب الشخصية، بعد كده نموتها. سواء ان احنا هنعمل ده قرب الاول، في النص، قرب الاخر، او في الاخر. المهم ان احنا ندي فترة كافية بحيث ان القارئ يتعلق بالشخصية شوية. المرة دي بقى خليني احكي لكم على مسلسل اتعمل فيه نفس الحركة دي بس بشكل احترافي. مسلسل اسمه The First Responders. المسلسل ده بيتكلم عن ان الشرطة والإسعاف والمطافي كلهم بيجتمعوا عشان يحلوا قضايا صعبة. اللي بيمثل الإطفاء عندنا هو السكند ميد ليد، اللي هو بيبقى الشاب اللي بينافس البطل. هما لما جم موتوه في الموسم التاني، فحوالي الحلقة التانية أو التالتة، يعني تقريبا بعد 16 أو 18 حلقة ب 18 ساعة، يكون أكيد المشاهد اتعلق فيها بيه. بس هم عملوها بشكل احترافي، هم ما موتوهوش بس بدون سبب كده، هم موتوه بأسلوب احترافي. من ضمنهم 4 نقط مهمين هكلمكم عنهم. ايه هما بقى ال4 نقط؟ أولا، بما ان هو second male lead، يعني الشاب اللي هو بينافس البطل، فاحنا كلنا كنا متوقعين لان هو كان بيحب البنت اللي هي كانت بتمثل اسعاف ان هو كان هيتقدم لها وهيحصل مثلث حب. ده ما حصلش. ده بيبقى تكنيك ان انتوا بتعملوه، ان انتوا بتخلوا القارئ يحسب ان في حاجة معينة هتحصل وهو بيكون متوقعها تقريبا مثلا لفترة طويلة، بعد كده بتحصل حاجة تانية خالص. فده اولا. تاني حاجة، ولان هو السكند ميد ليد، فالمشاهد بيبقى متوقع ان هو فعليا مش هيموت وان دي بتكون خدعة او حاجة، ولكن هما فعلا هيموتوه وهيثبتوا ده بان هما هيبينوا الجثة بتاعته وهيشرحوها. ده طبعا بيكون احسن بكتير من ان هو يبقى مثلا موت مزيف او حاجة، لان الحاجات دي بتقلل تأثير موت الشخصية اللي انتوا بتموتوها في الرواية او في المسلسل بتاعكم. فكون ان هو مات تماما، تأثيره على القارئ او على المشاهد بيكون اعلى بكتير. 3، ان هما لما هيشرحوا الجثة بتاعته هيلاقوا جواها دليل، فبالتالي موته ما كانش على الفاضي، او تشريح الجثة بتاعته ما كانش بدون سبب لمجرد ان هو مثلا مات وخلاص. لكن دي حاجة هتبين ان هو موته ما كانش مجرد موت بدون سبب او حاجة، لا، ده هو كان بيضحي بنفسه بان هو كان بيحتفظ بالدليل اللي هما هيكتشفوه بعد كده وقت التشريح. فده اللي هيخليهم يقدروا ان هما يقبضوا على الجاني. 4، وقت ما هو هيموت هيكون قدامه فرصة ان هو ينقذ نفسه. هو وقت ما كان بيحقق وقت الموت بتاعه بيكون سلسلة حرائق مفتعلة، فهو بيبقى قدامه فرصة ان هو يهرب، لكنه ما بيهربش وبالعكس بيضحي بنفسه عشان زمايله اللي كانوا موجودين في نفس المكان يقدروا ان هم يعيشوا. فبالتالي ده بيحول تضحيته، لان هو اللي هيكتشفه بعد كده ان هو ضحى بنفسه، يعني ان هو هيتحول لبطل وشهيد. فعزيزي الكاتب، المرة الجاية لما تيجي تموت شخصية من شخصياتك في الرواية بتاعتك، اتأكد من حاجتين. الحاجة الأولانية هي ان هو يكون موت بشكل مؤثر، الحاجة التانية ان هو يكون ليه سبب مقنع. وبكده عزيزي الكاتب أكون قلت لك